السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صوت أهلاوي. حلقة التساؤلات، عدة تساؤلات كده إلى النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي. أولا، بعد الإعلان والتأكيد من المسؤولين في النادي الأهلي أن صفقة محمد علي بن رمضان تم تجميدها بسبب خطاب وصل من إدارة النادي المجري بالإبقاء على محمد علي بن رمضان وعدم التفريط فيه في هذه فترة الانتقالات. يبقى السؤال المهم: أين الخطاب؟ ليه بسأل أين الخطاب؟ لأن لو النادي المجري بيجمد الصفقة وطالب إن الصفقة ما تتمش واللاعب احلو في عينيه، طيب لماذا كان التفاوض على مدار شهرين ماضيين؟ هو في نادي بيتفاوض على لعيب شهرين الا النادي الاهلي؟ ده سؤال. يبقى السؤال المهم هنا ان الناس مش مصدقه اصلا ان في خطاب، ولكن الاجابه المنطقيه واللي حصل فعلا في الخطاب، وان الخطاب مش هيطلع لسبب مهم جدا، هو ان النادي المجري ارسل الى النادي الاهلي الخطاب يقول فيه: انتم نادي غير جاد في التفاوض. ليه النادي المجري قال للمسؤولين في النادي الاهلي انتم غير جادين في التفاوض؟ لانهم كانوا منفتحين طول شهرين على التفاوض حول رحيل محمد علي بن رمضان، ونزلوا في مطالبهم الماليه من 3 مليون يورو الى 2 مليون و600 الف يورو. طب ليه قال لك تاني انت غير جاد في مساله التفاوض؟ لان الجزئيه مهمه جدا، هي انه بعت لك من اكتر من 72 ساعه قال لك هي دي طلباتي في محمد علي بن رمضان، انت موافق على طلباتي نفذ، مش موافق قول لي مش موافق. وادى النادي مهله علشان يرد عليه. النادي المجري انتظر النادي الاهلي علشان يرد عليه، فما كان من النادي الاهلي الا بالرد على جزئيه مهمه جدا، هي انه بيحاول تخفيض المقابل المادي. طب انت عندك نادي بيقول لك هي دي طلباتي النهائيه وما تبعتليش تاني الا انك تقول لي انك موافق على الاتفاق. ايه هو الاتفاق؟ حد يقول لي بصوت من بعيد كده. الاتفاق النادي المجري عايز 2 مليون و600 الف يورو كاش. قلتها لك مره واثنين وثلاثه وعشرة، لم يحدث، ما حصلش. هتيجي تقول ليه يا عم ده فلان قال؟ ما فلان ده قال لك جاري مراجعه العقود وانت مصدقه دلوقتي. جاري مراجعه العقود هنا. كنت اقول لك النادي الاهلي الكوره في ملعبه، وتيجي انت دلوقتي تشتمني انا يا باشا؟ بقول لك من بقالي 4 ايام او 5 ايام اقول لك النادي المجري بعت للنادي الاهلي يقول له هي دي طلباتي، عايز مش عايز مش عايز. النادي الاهلي واقف على دوسة زرار. حصل؟ كلمة زرار دي ما حصلتش مني. النادي الاهلي واقف على دوسة زرار. زرار ايه؟ موافق على طلباتك. خلصانة. انا موافق على اللي انت بتقوله، مش موافق خلاص، يبقى الموضوع عندك انت. فالنادي الاهلي ما وافقش على ايه؟ على 1,600,000 يورو يبعتهم كاش، ومليون يورو يبعتهم في 1 يناير. النادي الاهلي قال مش قدراتي دلوقتي، مش عايز ادفع 1,600,000 يورو. النادي الاهلي كان يتعامل في الصفقه على اساس ان النادي المجري هيرضخ لطلباته. لم يرضخ النادي المجري وبعت لك قال لك ده. فما كان من النادي الاهلي الا انه قال لك النادي المجري بعت لنا خطاب بيقول لنا الموضوع اتقفل. ما هو ليه؟ ما هو الموضوع اتقفل ليه؟ لانها من الممارسات التفاوضيه اللي ما عجبتش النادي المجري في التعامل. الغريب والعجيب ان احنا بنتكلم في 1,600,000 يورو، في نفس الوقت احنا رحنا جبنا عمر الساعي وله كل التقدير وله كل الاحترام وله كل المساندة، ولكن انت رحت جبت عمر الساعي
بمقابل مادي 50 مليون جنيه، 28 مليون منهم كاش. ال 28 مليون دول لو جيت حسبتهم معديين، داخلين تقريبا في 600,000 دولار، تقريبا في 600,000 دولار. طب انت كنت لو هتجيب محمد علي بن رمضان بمقابل المادي اللي انت حاطه في دماغك، كنت هتجيبه يعني، كنت هتجيبه بكام؟ يعني هتدفع مقدم تعاقد كام؟ نادي بيقول لك عايز 1,600,000 يورو، فانت بالتالي مش هتقول له خد 600,000 يورو، كنت هتقول له مثلا 800,000 يورو. طب على ال 600 اللي انت بعتهم لعمر الساعي، يعني 1,400,000، يعني ما كانتش هتبوظ، ما كانتش هتبوظ. او حطيت عليهم 200 يا عم ودفعت مليون يورو، برضه ما كانتش هتبوظ. ولكن هي مساله الاصرار على آه، طريقه معينه في التفاوض، دي ما بتكونش غير عندنا احنا، ما بتكونش غير عندنا احنا. طب هو انت طالع تقول الكلام ده ليه؟ اقول لك لانك بطريقه التفاوض بتاعتك ضيعت صفقه مهمه. هتيجي تقول لي يا عم هو انت اللي بتختار الصفقه المهمه؟ لا، مش انا اللي بختار، ده النادي الاهلي هو اللي بيختار. عشان كده النادي الاهلي بقاله شهرين بيتفاوض. انت عايز وانت بتفاوض بقالك شهرين وبتقول لكل الناس ان انا عندي صفقه مهمه اسمها محمد علي بن رمضان، عشان انت رجعت فيها او النادي المجري قال لك انت غير جت في التفاوض، تقنعني ان الصفقه مش مهمه؟ طب ازاي همشي معاك في كل الاتجاهات؟ ازاي؟ اديني عقلك. انت بتلوم مين؟ انا لا الوم الا القائمين على القرار والقائمين على اداره التفاوض. الكل مسؤول، الكل مسؤول، لانها صفقه مهمه وصفقه استثماريه كبيره ولو ما خلصتهاش هتندم عليها. هو انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان لسه في وقت، لان انت اتعودت مني ان في فتره التقييم بعد اقول لك سيب الناس تشتغل وبعد كده بنقيم. هنا الناس اشتغلت في صفقه معينه ووقفت، فانا بقول له لا، لا لسه ما تقفش. تقف ليه؟ توقف ليه؟ عندك 12 يوم تفاوض. النادي المجري كلامه مش قرآن. النادي المجري اللي كان منفتح على التفاوض لحد من 24 ساعه، وبطريقتك انت في التفاوض هي اللي خلت الامور ما تمشيش بشكل كويس. عشان كده قال لك انت غير جيت في التفاوض. انت ممكن تقول له انا جيت في التفاوض عادي، وعادي جدا. حد بصوت من بعيد يقول ان دي حاجه بتحصل من النادي الاهلي علشان اللاعب موجود في المنتخب والضغوط اللي موجوده عليه. هو اول مره هيروح معسكر المنتخب؟ وهو اللاعب نفسه ما كانش موافق من قبل معسكر المنتخب بيجي من اسبوعين؟ طب ما خلصتش من اسبوعين ليه؟ النادي الاهلي لو خلص صفقه محمد علي بن رمضان دلوقتي او بعد اسبوعين، هيبقى عشان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان الناس غير مقتنعه ان مارسيل كولر غير مقتنع، وهيبقى غير مقتنع بكل اللي حصل. فكره وضع الرجل امام الامر الواقع ده مش صحيح ومش منطقي ومش طبيعي، مش مقبول. في التوقيت ده انت محتاج اللي يبصرك، محتاج اللي يتكلم معاك ويقول لك اللي حصل ما ينفعش انه يحصل، لانه حصل قبل كده في لعيب زي سفيان رحيمي اللي انت فضلت عليه، لعيب زي ميكيسوني. هل حضرتك ممكن تقول لي قيمه سفيان رحيمي التسويقيه كام دلوقتي؟ يعني انت لو حبيت لعيب زي سفيان رحيمي ده كان عندك وحبيت تبيعه للعين الاماراتي، حبيت تبيعه لاتحاد جده، للهلال السعودي، لاي مكان، حبيت تبيعه، هتبيعه بكام؟ انت اصلا كنت هتجيبه ساعتها بكام؟ ب 2 مليون او اقل. انت دلوقتي هتجيب محمد علي بن رمضان بكام؟ ب 2.5 مليون. طب محمد علي بن رمضان من الممكن انك تجيبه بكام بعد كده؟ او يتباع في الخليج بعد كام؟ بعد سنه ولا اتنين بكام بعد كده؟ انا بتكلم في حاجه استثماريه فنيه. ويبقى السؤال، لعيب زي محمد علي بن رمضان انت كنت عايز تجيبه حتى اللحظات الاخيره. طيب ما هو البديل؟ ايه البديل بتاع محمد علي بن رمضان؟ ما دي اسئله لازم نسالها
الفتره دي انت فضيت مكان للاجنبي ووديت قندوسي سيراميك كليوباترا اللي انت جايبه بالملايين برضو الدولارات، وديته سيراميك كليوباترا وحليت المشكله وبقى عندك مكان اجنبي. هل المكان الاجنبي ده انت بتفضيه عشان تحط فيه علي معلول؟ تبقى كارثه. رقم واحد. رقم اتنين، المكان الاجنبي ده مش هتجيب حتى فيه مهاجم. هتيجي تقول الله، مهاجم؟ مهاجم مين يا عم؟ انا هجيب مهاجم يزاحم وسام؟ متعب وفلافيو، كنا بنجيب اسامه حسني وكان موجودين بتجيب عليهم رضا الويشي انا فاكر، وكنت بتجيب عليهم احمد حسن دروجبا، وكنت بتجيب عليهم كنت بتجيب. وما كانش المنافسات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها دلوقتي زي زمان. عدد المباريات، ما عنديش غير كهربا. وسام لو الضغط المباريات خلص منه، وكهربا لو زعل او لو ابوزه على كولر، كولر بيطلعه بره عادي جدا يعني. فيبقى عندنا مين؟ برضه سؤال. طب لو لا قدر الله حد فيهم اصيب اصابه طويله، بيحصل شهر وشهر ونص وشهرين، افضل ادوس على اللي موجود عشان يجيب جز؟ طب يبقى السؤال الثالث والمهم، هو انا ما عرفتش اجيب مهاجم اجنبي ليه؟ ليه؟ السكاوتنج عندي بيعمل ايه؟ بيرشح مين؟ واداره التعاقدات عندي بعد السكاوتنج اللي برشحه بتروح بتتعاقد معاه بناء على ايه؟ وتتكلم عنه بناء على ايه؟ وحتى لو الموضوع ما وصلش لاداره التعاقدات، هو انا ليه ما عنديش معايير ادور عليها في المهاجمين اللي الراجل عايزهم؟ لما تسال الراجل ده راح له كام مهاجم، هتلاقي مثلا 4 5 مهاجمين. نضب العالم اجمع بكل قاراته من مهاجم او 10 مهاجمين ترشحهم للمدير الفني؟ ده سؤال. السؤال التاني المهم، هو انا هدخل الموسم المعجنه ده باجنحه دول؟ مين عندي اجنحه؟ مين عندي اجنحه نعدهم كده؟ رضا سليم، بيرسي تاو، احمد عبد القادر مشي، رضا سليم، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر، و حسين الشحات. ادي 4. وبتكلمني في عمر كمال جناح يمين او جناح شمال لحد ما نجيب جناح شمال. هم دول اللي عندي. ولو جينا نفندهم الناس هتزعل. بيرسيتاو لما ما بيلعبش اساسي بيقول لك مش عايز ادخل القائمه تاني ماتش، بتفضل متخانق معاه ككولر 4 5 ماتشات، يبقى ساعات يعني. وبيرسيتاو ده اللي انت مش عايز تجدد عقده السنه دي، يعني السنه دي هو اخر سنه ليه، فانت مش هتجدد عقده عشان ما تقعش في نفس المشكله. فبعد شهرين اللعيب هيلاقي نفسه ايه؟ مش هيجدد عقده وهيدور على فرقه في يناير يمضي معاها وينتقل اليها مجانا نهايه الموسم. فين طموح لعيب زي بيرسي تاو يفضل معاك اذا كان هو اصلا مزاجي بالشكل ده؟ يبقى في اوقات كتير انت هتفقد اصلا بيرسي تاو. واساسا انت بالمنطق المفروض هتجيب اجنبي، المفروض دلوقتي هتجيب اجنبي، ده المنطق بيقول كده. فانت طبيعي في يناير لو علي معلول رجع لك هتشيل اصلا بيرسي تاو وتحط علي معلول. انا مش قادر افهم انت بتفكر ازاي. هتيجي تقول لي طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ انت مش عايز تجيب مثلا واحد زي زيكو مثلا يعني؟ ليه؟ اقول لك اصل الراجل مش موافق عليه. يا سلام. قال يعني هو الراجل وافق على كل اللعيبه اللي انت بتجيبهم في كل الاوقات؟ هو اصلا بلاش اتكلم في لعيبه جت الراجل ما كانش يعني ميت عليها يعني، لان خلاص اللعيبه جت مش هكسر فيهم. يمكن وجهه نظر لجنه التخطيط فيهم تبقى احسن وافضل من وجهه نظر مارسيل كولر، فيعملوا شغل كويس
عادي عادي. ايه اسئله لابد انك تسالها، اسئله لابد انك تحط نفسك في الموضع ده وتفكر. الموسم هتيجي تقول لي يا عم ما الموسم اللي فات احنا خدنا باللعيبه الموجوده دي، لا طلع من عندي ديانج، طلع من عندي عبد القادر، طلع من عندي لعيبه طلع من عندي محمد عبد المنعم جه مكانه داري، طلع من عندي متولي جه مكانه يوسف، ما يوسف ايمن. يعني انا تباديل وتوافيق، شلت لعيب حطيت لعيب، شلت لعيب حطيت لعيب. انما فين زي ما بيقولوا كده فين الابجريد للفرقه؟ مفيش. طب انت بتتكلم ليه دلوقتي تاني؟ لان انا عندي لسه 12 يوم، عندك فرصه ذهبيه انك تجيب احتياجات انت فعلا محتاجها. انت مصر ليه على زيكو؟ انت يعني زيكو هو افضل جناح متاح دلوقتي في اللعيبه اللي موجوده، افضل واحد متاح هتجيبه. انت عندك نادي زد موقف اي طلب من نادي بيراميدز على زيكو وعلى البنوبي وعلى محمد اسماعيل، على اساس انك لو هتختار واحد فيهم انت ليك الاولويه. طب ما انت لو ما جبتوش هيروح زد، طب ما هو هيروح بيراميدز، طب ما هو بيراميدز اللي معاك ده عمال يعمل في ابجريد في الفرقه بتاعته وبيقوي وهيقوي في الفرقه بتاعته. طبيعي انك كل موسم انتقالات بتعلي في الفرقه بتاعتك. انا جبت عمر الساعي، جبت يوسف ايمن، جبت يحيى عطيه الله، وبعدين لعيبه مكان لعيبه. بس ده اللي حصل في النادي الاهلي. فعشان كده احنا دلوقتي في مكان بنقول فيه لسه الوقت موجود، لسه عندك 12 يوم تلحق تظبط امورك. هتيجي تقول لي يا عم انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت عارف الناس بتفكر في ايه؟ يا باشا تاو قاعد زي ما انت شايف يا باشا، حتى الان مفيش اي حركه ناحيه اي لعيب من اللعيبه. اتقال بشكل واضح وصريح مفيش مهاجم ومش لاقيين مهاجم. لا لاقي يا باشا، دور. دور. هتيجي تقول لي اصل احنا اتزنقنا، اصل احنا عادي. وحتى الان الصفقه المنشوده اللي انت عايزها محمد علي بن رمضان لسه موجود، ممكن تخلصها، ممكن تخلص على دوسة الزرار، دوسة الزرار يخلص. ايوه الناس عايزه ده، تاني وتالت ورابع مش عايزين كاش. طب طلع لي ما يؤكد ان الناس ده عايزه كاش. طب طلع لي ما يؤكد ان الناس جمدت الصفقه عشان هم متمسكين باللاعب، مش عشان انت مش جات في التفاوض. كلمه اصلا تقيله من اي نادي على النادي الاهلي، انت غير جات في التفاوض. امال احنا كنا ايه؟ بنهزر، بنلعب، بنضحك؟ دي الحقيقه. طول الوقت اللي فات طول الوقت اللي فات بتنقل خبر وتقول سيب الناس تشتغل، والناس شغاله، والناس بتقول لك احنا شغالين، اوكي شغال، ولكن ايه نتيجه الشغل دلوقتي واحنا في نص الطريق؟ طيب عايز تقول ان الطريق مسدود؟ لا الطريق مش مسدود، الطريق مفتوح، ولكن اجتهد، اشتغل، ادفع. العمليه مش محتاجه لف ودوران، وانا ما بشيلش حد مسؤوليه حاجه، انا بحط كل واحد في مسؤولياته. مش مش هجومك على حد هو اللي هيخليه انه يتحرك، ولكن انت بتقول له ان ممكن السكه اللي انت شايفها دي ماشي فيها دي غلط، دي وظيفتك دلوقتي. صفقه محمد علي بن رمضان مش كانت صفقه كيديه احنا عايزينها، ولا صفقه عايزين نغيظ بيها جمهور الترجي. انت بنفسك اللي قلت ان دي قطعه ناقصه في السكواد بتاعك ومتاح قدامك. انت بنفسك اللي قلت ان المدير الفني عايزه، انت بنفسك اللي بتفاوض فيه على مدار شهرين ماضيين.
فالعمليه واضحه، مش محتاجه اي مواربه يعني، ولا محتاجه ان احنا نحط راسنا في الرمل. اتمنى ان الامور تبقى واضحه، عشان هي دي الحقائق المفروض نواجه نفسنا بيها. عندنا ازمه في الاجنحه، عندنا ازمه في الهجوم، عندك اجنبي لازم تجيبه، دي الحقيقه. عايز تنتقدني، عايز تشتمني، انت بتشتمني بقالك 24 ساعه وكأن انا اللي كنت بقول لك جاري مراجعه العقود. انا اللي كنت بقول لك راح المطار، رايحين يجيبوه من المطار، ده كل شويه يقول لي حد يقول لي فلان، اقول لك لسه بتتفاوض بس لسه بتخلص بس لسه بس لسه. روح حاسب بقى اللي كانوا بيقولوا لك جانب مراجعه العقود ودلوقتي بيشتغلوك تاني وانت ماشي وراهم تاني، حاسبهم. دي الحقيقه. ربنا يكرم، وان شاء الله الاهلي يخلص فتره الانتقالات الحاليه بما يليق بالنادي الاهلي وجديته في المفاوضات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.